هذا واحد الفيديو اللي متداول مؤخرا كثير في مواقع التواصل الاجتماعي ديال واحد الشاب مصري اللي خرج للشارع بالكسوه ديال العيالات، وكلها شنو كيقول وكثرة الاقاويل. كاين اللي كيقول بان هذا الشاب هذا مثلي وخرج للشارع بالفستان ديال العيالات كيعبر عن الراي ديالو، وكاين اللي كيقول بان هذا الشاب هذا مختل عقليا. ولكن الصراحه هي انها حتى حاجه من هاد الجوج ما هي بصح. هذا اسلام واحد الشاب مصري كيبغي واحد البنت، دا والديه باش يخطبها ما بغاوش يعطيوها له، ولكن دازت واحد الايام وجا يخطبها واحد السيد واحد اخر، وهنا قررت بانها تهرب هي والاسلام. ولا غد ليه كيتفاجئ الاب ديال الاسلام بان دوك الناس جاو كيدقوا عليه، الاب ديالها وخوتها. سولوه فين هو اسلام، قال لهم ما بغيتش هاد الليله هنايا. علاش شنو واقع؟ قالوا له راه البنت راه هربات هي واسلام ودابا ما كاين باس، مادام هما كيبغيو بعضياتهم يجيو ونجوجوهم. الاب هنا قرا الامان وقال لهم راه غيكون بيتها عند اختو، عطاهم العنوان ديال اختو ومشاو تربصوا له حتى شدوه. وفاش شدوه عوض انهم يقدموه للشرطه داروا الخدمه ديال يديهم، لبسوا داك اللباس ديال العيالات بداو كيطوفوا به الشارع وكيضربوا فيه، وهذا امر غير مقبول. اي دوله فيها قانون، يعني الا جا اي واحد ياخذ حقه بيديه راه غادي تولي الفوضى. حنا ما غاديش نقولوا هذا الشاب هذا ما غلطش، ولا ديك البنت حتى هي ما غلطاش، ولا ربما هي بنتهم هي تكون مولات الفكره كاع باش انهم يهربوا، هما بجوجهم غالطين، وكذلك الوالدين ديالها وخوتها حتى هما غالطين. هذا ماشي اسلوب ديال المعامله، ماشي هكذا كنتعاملوا في مثل هاد الازمات هادو، لان كاين قانون اللي كيحمي الجميع. وعلى اثر تبعات هاد الواقعه ناضت واحد الفنانه مصريه كتهم محمد رمضان بانه هو اللي خرج هذا الاسلوب ديال البلطقه، واللي ولاو الشباب المصريين كيقلدوه في الشارع، اللي كياخذوا محمد رمضان كقدوه ديالهم وكينفذوا داكشي اللي كيدير هو في المسلسلات ديالو في الافلام ديالو ديال الفتوه.